أأمن بكتير من فيلر الوش أصلا. احنا عارفين ان في فيلر للوش، دلوقتي في فيلر للجسم. قبل ما نعرف استخداماته عايزه اعرف الفرق ما بينهم وما بين بعض، فيلر الوش وفيلر الجسم. هو الاثنين زي بعض، يعني فيلر ده هايلورونيك اسيد وده هايلورونيك اسيد، بس الفكره ان ده معمول بتركيبه مختلفه بجزيئات اكبر عشان تناسب الجسم وتفضل مده اطول. لكن هما نفس الماده، نفس الماده هي ماده طبيعي موجوده في جسمنا بالظبط كده. وفي كمان انواع تانية زي البوليلاكتيك، والبوليلاكتيك ده في منه انواع بتظهر اون سبوت وقت الحقن على طول، وفي انواع بتتحفز لما بتدخل الجسم وبيبان نتيجتها بعد مش الشهر. في الوش بالظبط، بوليلاكتيك في الجسم، وفي منها الوش برضو. فعشان كده هيها نفس الانواع بس فرق التركيبات. طيب المعروف ان الفيلر بتاع الوش ده حاجه مؤقته، هل فيلر الجسم برضو مؤقت محتاج اعاده حقن؟ بالظبط، بس مدته اطول شويه. يعني في انواع بتفضل من 2.5 ل3، وفي انواع من 3 ل5، يعني كله لا ده على بيطول حسب. كتير عن الفيلر بتاع الوش، لان زي ما احنا قلنا التركيب الكيميائي بتاعه جزيئاته اكبر بكتير من الفيلر بتاع الوش. طيب مدى الامان ايه؟ أأمن بكتير من فيلر الوش أصلا. فعلا؟ يعني خطورة الوش دايما إنه كله أوردة وشرايين وحاجات من دي. لكن الفكرة طبعا بيبقى في يعني بلاد فازلز موجودة في الأماكن اللي بنحقنها في الجسم، بس مش بنفس الكمية اللي موجودة في الوش طبعا. فالبادي فيلر أأمن بكتير أصلا من الوش. طيب إيه المناطق اللي في الجسم اللي بنقدر نحقن فيها حقن فيلر للجسم؟ كل مكان في الجسم. يعني احنا ممكن نحقن في منطقة الجناب، ممكن في منطقة المؤخرة، الثدي، في الإيد حتى، منطقة الرجل الأنكل، أو في ناس اسمها العرقوب. بالظبط كده. في كل مكان. وفي ناس ممكن رجل من فوق اللي هي منطقة الفخاد أو السمانة مثلا عشان شكل الرجل. ففي كل مكان. Trust every product or passions just unlock the power of nature. We're here to stay for better health and beauty.